الأمن المركزي في المكان في محاولة منها للسيطرة على الموقف. ومعنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال. أحمد، بداية صف لنا كيف هو الوضع الآن؟ نعم، الوضع الآن هو الهدوء الحذر في محيط مدينة العبد الجامعية بمنطقة بورفؤاد ببورسعيد، حيث نشأت مشادات ومشاجرات واشتباكات عنيفة جدا بين ألتراس مصراوي وبين طلبة المدينة الجامعية المغتربين بمدينة العبد بمنطقة بورفؤاد امام شركه القناة للتوكيلات الملاحيه التابعه احدى شركات قناه السويس. الاشتباكات بدات منذ ساعتين تقريبا. التراشق كان بالحجاره بين الجانبين وبين الزجاجات الفارغه وزجاجات المولوتوف، واتخذ طلبه مدينه العبد المغتربين اتخذوا الاستندات الخشبيه دروعا لهم، وبالفعل تراشقوا بالحجاره، واصيب احد الموظفين من احدى الشركات التابعه لهيئه قناه السويس بعد ان اطلقت قوات الامن احدى القنابل المسيله للدموع، قنابل الغاز المسيل للدموع داخل نطاق احدى الشركات. الوضع كان محتدم تماما. بدات المناوشات بين الطرفين بعدما كتب ورسم عدد من طلبة المدينة الجامعية بمدينة العبد بعض الرسومات المثيرة لألتراس مصراوي، وكتبوا الجملة الشهيرة التي كانت أساس الاشتباكات باستاد النادي المصري بالواقع الشهيرة أول العام الماضي، وهي بلد البالة ما فيهاش رجالة. كتبوا ذلك على أسوار المدينة الجامعية من أحصار حفيظة ألتراس المصري، وبدأت مجموعة منذ صباح اليوم في مسح هذه الإشارات والعلامات، ولكن دارت الاشتباكات بين الجانبين عندما رأى مجموعة الطلبة هؤلاء من ألتراس مصراوي، ودارت الاشتباكات بين الجانبين وتوسعت تماما. تدخل الأمن منذ ساعة ونصف، ثم انسحبت القوات، وأجريت اتصالات بمحافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله الذي أجرى اتصالا سريعا بمدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وتمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات إلى حد ما جزئيا بين الطرفين بإطلاق أعينة نارية في الهواء واطلاق قنابل مسيله، قنابل الغاز المسيل للدموع. اذا تمكنت قوات الامن من فض الاشتباك الجامعيه هو ينتابه الهدوء الحذر بين الجانبين، كما ايضا اشتعلت النيران في بعض الاشجار وبعض الاسقف الخشبيه من المدينه الجامعيه. الوضع الان هادئ، ولكن هو هدوء حذر بين الطرفين بعدما اشتعلت المناوشات عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي بين الجانبين. نعم أحمد، إذا تمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات أو تهدئة الموقف الآن، لكن هل من تدخل من مسؤولين أو عقلاء لتدخل لكلا الجانبين لكي لا تتكرر هذه المشاهدات؟ يبدو أن الهدوء حذر كما وصفته، ومن من الممكن أن تتجدد الاشتباكات مرة أخرى. هل هناك من تدخل من جانب العقلاء لتهدئة كلا الجانبين؟ نعم الآن رأينا في محيط مدينة العبد الجامعية بعض كباتن وبعض لاعبي النادي المصري القدامى الذين يحاولون الاتصال برئيس جامعة بورسعيد الدكتور عماد عبد الجليل، ولكن فشلوا منذ نصف ساعة في الاتصال به، وحال أمن الجامعة المدني من دخول البعض للوصول لرئيس الجامعة. المحاولات ما زالت مستمرة للدخول، وخاصة بعدما تردد أن مجموعة الطلبة من المغتربين محتجزين 2 من ألتراس مصراوي. هذا ما تردد بالفعل في محيط الدائرة التي كنا فيها وعلى مقربة منها الآن، ولكن لم يتأكد لنا من مصدر رسمي هذه المعلومة تماما، ولكن هذا ما يتردد حول بين الشباب. المحاولات مستمرة حتى الآن لتدخل العقلاء بين شكرا صحفي أحمد جمال، شكرا على هذه المعلومات الوافية، كان معنا من بورسعيد. شكرا جزيلا لك. توجه الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي